هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي إذاعة المنتدى، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم. أرحب بكم أنا صلاح محمد زين في ساعة السبت 15 من أغسطس، وأستهلها بنشرة الأخبار، ثم نعيد إذاعة الحلقة الثانية لحوارات في فضاء مكشوف للأستاذ القيسي. يلي ذلك لقاء المنتدى، والذي نستضيف فيه عضوين من اللجنة الإعلامية لمهرجان كاسل الذي أقامته جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في الأسبوع الماضي. متابعة مفيدة نرجوها لكم. إريتريا. صوت المنتدى. في هذه النشرة، قوات الدفاع في عصب تفشل اجتماعا تعبويا لحزب النظام، نذر أزمة غذائية تلوح في الأفق. إلى تفاصيل النشرة. أوضحت مصادر من وزارة الزراعة الإريترية إن الموسم الزراعي لهذا العام سيء للغاية بسبب قلة الأمطار على مستوى البلاد، وإن العديد من المزروعات جفت قبل موعد حصادها، مما ينذر بتضاعف مشكلة نقص الغذاء للأعوام القادمة. ومن جهة أخرى تشير مصادرنا بأن الأراضي التي تمت زراعتها تمثل نسبة 58% من التي ظلت تزرع في السنوات الماضية، وأن تراجع نسبة الأراضي المزروعة إلى ما يقارب النصف تضافرت فيه عوامل عدة، أهمها انتزاع الحكومة الفلاح من مزرعته إلى برنامج عسكرة المجتمع الذي يستهدف بدرجة أساسية القوى القادرة على العمل والإنتاج. والعامل الثاني قلة نسبة هطول الأمطار في هذا العام في أنحاء البلاد. ويرجع خبراء الزراعة في كلا الحالتين قلة المحصول لسياسات الحكومة غير المسؤولة، فحتى ظاهرة قلة هطول الأمطار كان بالإمكان احتواء تداعياتها من خلال سياسات تنموية رشيدة تمهد لأسوأ الاحتمالات.
هذا وتشير المعلومات أن النسبة المزروعة من الأراضي معظمها مشاريع حكومية يشرف عليها ويستفيد منها كبار القادة العسكريين، بينما تعطلت المزارع الخاصة بالمواطنين بسبب حملات التجنيد العسكري القسري لأصحابها أو حملات النفير العام لصالح الحكومة. كما أن أفراد قوات الدفاع الإريترية منعت عنهم الإجازات لأسباب مبهمة، فلم يتمكنوا من تفقد أحوال أسرهم وزراعة مزارعهم. يواجه نظام الطاقية أسياس مقاومة بأشكال متعددة في أوساط قوات الدفاع الإريترية. ففي 9 من أغسطس الجاري أفشلت بعض وحدات الجيش بمنطقة عصب سيمينارا عده المكتب المركزي لما يسمى بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ضمن برنامجها السياسي التعبوي لقوات الدفاع الإريترية. ففي هذا الاجتماع قاطع أفراد الجيش كادر الحزب مع بداية سيميناره وبصوت واحد، معبرين عن استيائهم من دوامة النفاق والوعود السراب التي اعتاد عليها النظام القمعي الحاكم. فساد الهرج والصخب ساحة السيمينار، مما أجبر الإدارة العسكرية لفض التجمع بالقوة، وأمرت أفراد الجيش بالعودة إلى ثكناتهم. وعقب ذلك قامت أجهزة أمن النظام باعتقال 2 من الضباط بتهمة تدبير هذا الاحتجاج، وهما يوسف كيداني ويتبارخ تملسو، وتم تقييدهما بمركز الشرطة رقم 1 بمدينة عصب. قتل 3 من حراس معتقل عيراعيرو، ونجا رابع في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من أمن النظام في 4 من أغسطس الجاري في منطقة إمهميمت أثناء محاولة فرارهم إلى إحدى دول الجوار. جاء ذلك بعد أن قرر 4 من أفراد حرس معتقل عيراعيرو سيء الصيت التخلي عن النظام الجائر والمهام التي كلفهم بها لحراسة أسوأ معتقل تشهده البشرية، وعلى خلفية الظروف القاهرة واللا إنسانية التي يعيشها طاقم الحراسة، حيث وجدوا أنفسهم شبه معتقلين كحال من يعتقلونهم من الأحرار القابعين ظلما خلف الأسوار الحديدية والخرسانية منذ العام 2001. فمنتسبو وحدة الحراسة العسكرية الخاصة في هذا المعتقل لم يسمح لهم منذ سنوات طويلة بالخروج إلى قضاء إجازاتهم أو الاتصال بأسرهم والحديث مع المعتقلين ولا مع بعضهم البعض إلا ضمن أداء المهام التي كلفوا بها. هذا وتعرفت مصادر إذاعة المنتدى على أسماء الحراس الذين قتلوا في عملية المطاردة عبر الإفادة التي تقدم بها رفيقهم الذي نجا بعجوبة من كمين قوات أمن إسياس ووصل إلى مكان آمن، وهم الملازم سعاري يتبارخ، ضابط صف محمد صالح، والجندي سامسون حدش من الخدمة الوطنية. والجدير بالذكر أن معتقل عيراعيرو يقع في وادي سحيق شديد الوعورة بين سلسلة من الجبال الشاهقة، تم تجهيزه في يونيو عام 2003 من قبل العصابة الحاكمة في إريتريا لحبس كبار مسؤولي الحكومة من وزراء وحكام أقاليم وقادة عسكريين، والذين عرفوا بمجموعة 15 التصحيحية التي طالبت بتطبيق الدستور وإقامة دولة القانون، إضافة إلى 9 من الصحفيين زج بهم جميعا هناك دون تهمة أو محاكمات لإلحاق الموت البطيء والمؤلم بحقهم. ورغم أن أفراد الحرس في هذا المعتقل تم اختيارهم بعد فحص دقيق في قدرة التحمل والكتمان، إلا أن العديد منهم انتحر لإخفاقه في تحمل الشروط القاسية التي تكبل أفراد الحراسة من مراقبة لصيقة وحرمانهم من الاتصال بأسرهم وزرع الشكوك فيما بينهم. كما وتمكن أحد حراس معتقل عيراعيرو ويدعى إيوب بهتا هبتماريام في مارس عام 2010 من الفرار إلى إثيوبيا، حيث صرح لوسائل إعلام عالمية في مؤتمر صحفي عقده حينها بموت 15 من جملة 35 معتقلا بينهم وزراء وصحفيين نتيجة لانعدام العناية الصحية وسوء أحوال الطقس. وتحدى إيوب النظام أن يظهر من صرح بموتهم على شاشة التلفاز إن كانوا أحياء. نهاية النشرة. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية.
الحلقة الثانية من حوارات في فضاء مكشوف. ليس من مخرج لعقد المؤتمر إلا بوضع حبكة من سيناريو يساعد في تمرير المؤامرة، وفي ظل عجز في الإبداع لطرق مستحدثة تم اللجوء إلى الطرق القديمة ولكن لأهداف جديدة تخدم الزعيم والقوى التي بدأت تتطلع إلى التسلق لمركز القيادة. وكانت حينها أعضاء اللجنة التحضيرية عبد الله جابر، يماني قبرآب، حقوس كشة، والذين كانوا يديرون الحوار ويهندسون مخرجاته، وهم الآن سادة الحكم في أسمرة. عقد أول اجتماع لكبار مسؤولي الحكومة والجبهة في سرايا الحكومة الجبي برئاسة الرئيس. والقريب أن أجندة الاجتماع كان عنوانها ما هو مستقبل الجبهة الشعبية، عنوان كبير لتجربة ضخمة وضعت هكذا أمام كبار رجالات الدولة ليقرروا المصير. وقد صعق جميع الحاضرون بحجم المهمة، وخرج الاجتماع بلا شيء تقريبا سوى بقرار ضرورة توسيع مشاركة الكوادر. ولكن من المهم جدا وللأمانة التاريخية ذكر نقاط مهمة أثيرت في هذا الاجتماع. الأولى أثارها المناضل مسفون حقوس، موجها كلامه إلى الرئيس قائلا: من الذي منحك السلطة كي تقوم بتجميد نشاطات الحزب؟ وجاء الرد بأنه يتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الخطوة، وأنه مقتنع لهذا التصرف، وسوف يكون جاهزا متى ما جاءت لحظة المحاسبة. النقطة الثانية أثارها الرئيس وسط معمعة النقاش حول مستقبل الجبهة الشعبية، حين طرح وبصورة مفاجئة أن على الجبهة الشعبية أن تتحول إلى جبهة عريضة تشمل جميع التيارات السياسية، حتى تتبلور هذه التيارات لتصبح أحزابا في المستقبل. وكان هذا الطرح بحق شبه المتقدم أعظم ما طرح، وأذكر إنني كنت متحمسا تلقائيا لهذا الطرح. وجاءت مداخلة رمضان محمد نور لتنسف الطرح بحجة إن التنازل عن الشعبية هي خيانة للشهداء، وإن المطلوب هو عدم التنازل حتى عن التسمية لتصبح من حينها مصحوبة بالديمقراطية والعدالة. وتكررت اللقاءات الموسعة وهي تدور في حلقات مفرغة، إلا أن 2 من هذه اللقاءات أوضحت الصورة كاملة لحجم أزمة التنظيم وتوظيف هذه الأزمة لتمرير مشاريع هدفها الاستفراد بالسلطة، وهذا اتجاه قاده الرئيس. وآخر تبدت للبعض فرصة الانقضاض على الماضي وإشباع طموحاتها في التسلق إلى هرم السلطة، وهذا الاتجاه مثلته جماعة اللجنة التحضيرية متكاتفين مع أطروحات الرئيس. والقيادة القديمة تائهة بين مجموعة تطالب برحيل الجميع، وأخرى ترى إن هذا أسلوب لا يليق في التصرف على هذا النحو، تجاه قيادة قدمت بإخلاص وعلى مدى زمن أن يكون الاستغناء عنها بهذا الأسلوب وهذه الطريقة. وفي الطرف الآخر كانت كوادر التنظيم تائهة في حيرة من ما يجري، وهي المتعودة ولزمن أن تأتيها الأمور جاهزة معلبة والتي صنعت مسبقا. وجاء الاجتماع الثالث وهو الأكثر إثارة. عقد هذا الاجتماع في ضواحي أسمرة. بدأ الاجتماع كالعادة بافتتاحية القرض من الاجتماع، وهو أن يقوم الاجتماع بترشيح الأشخاص المؤهلين للقيادة في تسليم صريح بأنه قد تم فعلا الاستغناء عن القيادة القديمة. والمسخرة في الموضوع إن الكل كان يعلم أنه ليس هناك من يتجاوز هذه القيادة تأهيلا وخبرة. بالإضافة إن تجربة الجبهة الشعبية في حد ذاتها لم تكن تسمح بصناعة صف ثاني من القيادة. اللهم هؤلاء
ممن سبقتهم دعوات أمهاتهم في الاقتراب من تلك الحلقات المغلقة التي تبارك المزايا المعجزة في هذا الشخص أو ذاك. والدليل الصارخ على ذلك كيف أصبحوا حاشية الرئيس من حراسه وسائقين وفني اتصالات أصحاب نفوذ وتأثير يتجاوز نفوذ أكبر شنب في الدولة. ناهيك إن البعض قد أصبحوا وزراء وقادة جيوش ورجال صفقات السلاح. بين قوسين سيكون لنا حديث عن هذا الموضوع. المهم، حين بدأ تململ المجتمعون في كيفية الخروج من هذا المأزق، وقف الرئيس في كلمة يشرح فيها الوضع، ممهدا بذلك لعهده الجديد. وللأمانة والتاريخ كانت تلك الكلمة هي رصاصة الرحمة التي أطلقت على التجربة. ومنذ تلك اللحظة لا يمكن الحديث عن الجبهة الشعبية، بل وعن الثورة الإريترية، وعن مستقبل بلد وشعب، وعن مشروع سياسي ضحى من أجله جيل كامل، وتجربة نضالية بهذا الامتداد الزمني الطويل، وتضحيات متراكمة لعقود لشعب بائس يتطلع لقد مشرق. وقف الرئيس معلنا إن أزمة هذا التنظيم وأساس مشكلته تكمن في هذه القيادة التي تعفنت، وحان الأوان للتخلص منها. وهكذا عبر الرئيس عن مكنون رغبته، بينما المنطق إن التقييم الموضوعي يتطلب شمولية أبعد، كوننا أمام مرحلة جديدة ما بعد الاستقلال، وليشمل التقييم منذ مرحلة الستينات وحتى لحظة إنهاء عملية الاستفتاء. يكون من جملتها تقييم علمي رصين لواقع القيادات التي تعاقبت على رأس التنظيمات المختلفة، ومن جملتها قيادة الجبهة الشعبية باعتبارها القوى الممسكة بزمام الأمور في تلك اللحظة. كل ذلك يعتبر مدخلا طبيعيا للدخول إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وعاملا مساعدا لوضع الصورة الصحيحة أمام الشعب كي يتحسس طريقه إلى المستقبل، كما يكون عاملا في عدم إقصاء أحد، وبذلك تكون الطريقة الصح في وضع الحصان أمام العربة. ولكن كانت سخريات القدر حاضرها بثقلها في هذا الاجتماعات. فبعد هذه القنابل التي قام الرئيس بقذفها يمينا ويسارا، كان اتجاه الاجتماع هو مزيدا من الحيرة والارتباك، وهذا دليل قاطع على عمق الأزمة. ومن المفارقات المبكيات المضحكات أن قرر الاجتماع أن تقوم القيادة بتقديم مرشحين للقيادة في الاجتماع القادم، على أن يقوم المجتمعون بالنقاش حول جدارتهم، ومن ثم يتم الاختيار منهم. السؤال المنطقي في هذه الحالة: كيف تمنح قيادة في طريقها أن تقذف إلى الشارع وقد صب عليها الرئيس أبشع اللعنات الثقة لترشح عناصر صالحة للقيادة؟ هذه المفارقات والصورة الحزينة والبائسة التي أوصل إليها التنظيم والتجربة لم يحدث حسب علمي أن قام تنظيم بعملية كهذه، أن يطلب من قيادة قيل إنها تعفنت وأفلست أن تقوم بترشيح البديل لها، إلا في عالم آخر غير عالم البشر الذي نعيشه. ولكن ما يحرك هذا العالم ليصنع هذه المسرحية السمجة كانت النوازع الحقيقية في غريزة البشر: الاستحواذ والإقصاء، وحب السلطة والانفراد بها، والطموح الأهوج. وهذا السبب الحقيقي في موقف الرئيس ومن يدورون حوله من أعضاء اللجنة التحضيرية. وهكذا كان، واجتمعت القيادة بعد أيام لترشح البديل. ولكن ماذا كان موقف هذه القيادة؟ إجمالا كان الكل مجمعا على الرحيل، ولكن الاختلاف في الكيفية. ففي حين كان موقف شريف ودرع حازما بضرورة الرحيل دون تحفظ، كان الآخرون يرون هذا الأسلوب غير صحيح ومجافي للحقائق، ويجب أن تساق مبررات موضوعية، لأن المسألة أولا وأخيرا مرتبطة بتاريخهم السياسي، وليس حبا أو تطلعا لمنصب أو لمركز. وفي اعتقادي أنهم كانوا على حق، ولو أن تحليل وتقييم ذلك مجاله آخر.
أما موقفي الشخصي فقد كنت على قناعة تامة بالرحيل ليس من التنظيم ولكن من الحياة السياسية برمتها تماما، وذلك لأسباب شخصية وسياسية حينها، وقد قدمت استقالتي مباشرة بعدها والتي لم تقبل حتى الآن. ندعو من الله أن يمنحنا العمر لسردها. عقد اجتماع القيادة لتنفيذ التكليف المقدم لها بأن تأتي بالبديل الذي سيحل محلها. ورغم التوتر الهادئ الذي ساد بداية الاجتماع، إلا أن وتيرة هذا التوتر ازداد تشنجا كالعادة في التقليد الذي كان سائدا ويطبع سلوكيات قيادة الشعبية. فالحديث في الاجتماعات الموسعة غير مرقوب بالأصل. بين الاجتماعات الخاصة بهم كانت مفتوحة ليفضفض كل منهم ما يريد، ونتيجة لهذا السلوك فقد تأزم الاجتماع من البداية، وأصبح البحث عن القيادة شيئا منسيا. وأخيرا جاءت ساعة الفرج باقتراح أن تقوم لجنة بالتقديم مقترح لتكليف اجتماع الكوادر على أن يعرض على القيادة قبلها للموافقة، وانتهى الأمر. وشكلت اللجنة بتوافق سريع من الرئيس ومحمود شريفو ورمضان محمد نور. هذا التوافق وهذه اللجنة كانت أقرب للخروج من المأزق الحالي، وإلا سيكون سببا لتفجير ما كان ساكنا على مدى سنوات، ويمكن أن يكون القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال. ولذا فقد لزم الجميع الصمت والقبول على مضض بهذه المسرحية، حتى عندما قام الرئيس من الاجتماع معلقا بالقول: هناك أسماء وضعتها كمقترح ولو إنني لا أؤمن بكفاءتها. هكذا ختم الاجتماع بالعبارة الصادقة التي ختم بها الرئيس الاجتماع. عقد اجتماع اللجنة والذي لم يكن أحسن حالا مما سبقه من اجتماعات، وقد نقل لي الأخ محمود شريف ما جرى في اجتماع هذه اللجنة من مسخرة لا أعتقد أن المجال يسمح بسردها ضمن هذه الحلقات، فهي بحاجة إلى مجلد خاص وحلقة منفردة. عقد الاجتماع الموسع لكوادر التنظيم كما هو متفق، وعرضت قائمة القيادة المقترحة من القيادة القديمة مع رأي تقدمت به اللجنة التحضيرية إن على المجتمعين أن يقوموا بإضافة أسماء أخرى، كما يمكن أن يحذفوا بعض الأسماء إذا ما قدموا أسباب وجيهة تستدعي هذا الإلقاء، على أن يتم في نهاية النقاش اللجوء إلى الاقتراع السري لتثبيت العدد المطلوب للقيادة. وهكذا بدأ الاجتماع بأول مفاجآته. قام أحد الحضور طالبا الإذن بأن لديه مرشح وسمح له، وقام بترشيح الأخ مسفون حقوس، وعدد مناقب وقدرات مسفون. كان هذا الاختيار هو المفاجآت. أولا، الرجل من المغضوب عليهم، وقد تم إعفائه من المكتب السياسي، وكيف يمكن أن يعود هو الذي تم إقصائه عنوة في المؤتمر السابق؟ وكيف يعود الآخرين من زملائه راحلون؟ كانت الواقعة مؤشر بأن واضعي السيناريو لم يتقنوا في تصميم عملهم، وإن المسألة أكبر من أن تمر هكذا. ثم جاءت المفاجأة الثانية، ولكن هذه المرة من أحد المرشحين من القيادة. فالعادة أن ترصع القيادة من أشخاص يمثلون النسيج الاجتماعي تحت مسمى مشاركة القوميات، وهي صيغة عمل بها كثيرا واعتبرت حلا لمسألة مشاركة الجميع، وبالرغم من أنها كانت تمثل شبه حل مؤقت إذا خضعت لرؤية استراتيجية تسعى إلى تغيير الواقع السياسي على المدى البعيد، إلا أنها في حالة الانقلاب هذا لا تعدو من محاولة لجذب أيا كان لإظهار الوطنية والمشاركة. وقد كان موقف هذا المرشح معبرا عن الحالة، إذ طلب الحديث، وذلك بعد ترشيحه، مستأذنا الاجتماع ورئاسة الاجتماع بإعفائه من الترشيح، لأنه يشعر أن هناك من هم أكفأ منه لتبوء هذا المنصب. إلى هنا كان الأمر معقولا، ولكنه استرسل قائلا أنه يتقدم بترشيح من هو أكفأ منه لهذا المنصب، وذكر اسم المرشح. المفارقة في الموضوع
إن الأخ المرشح المقدم من قبل القيادة من أبناء بركة، بل وابن إحدى العشائر المشهورة وذات النفوذ في تلك المنطقة، وهذه مؤهلاته الوحيدة، بينما من قدمه كمرشح من أبناء المرتفعات التجرينية. هذه الحادثة وبرغم سذاجة الأخ المرشح إلا أنها تعبير حقيقي عن الفارق الكبير بين إخلاص القواعد ووطنيتها ومؤامرات النخبة وانتهازيتها. وتواصل الاجتماع من مفاجأة إلى أخرى حتى استقر عند الاقتراع السري للمرشحين، وما أن جاء فرز الأصوات حتى جاءت المفاجآت، فقد تبوأ الأخ مسفون حوغوس المركز الأول متجاوزا الزعيم، وقد كانت هذه النتيجة جرس إنذار وناقوس خطر بأن كل ما يجري وما يدفع به الزعيم والزبانية الملحقين به هو خطر على التجربة وعلى البلاد، وهي في طور النشوء وبناء الدولة. ولكن المحرك لهؤلاء هو كيفية الوصول إلى الهدف المرسوم، حتى وإن احترقت روما كما يقال. ختم الاجتماع على قائمة مرشحي القيادة، مضاف إليها اسم مسفون حوغوس الذي جاء من خارج السياق المرسوم سلفا. والمفاجأة التي لم يحسنوا قراءتها وحملوا أوراقهم لإتمام المسرحية في فصلها الأخير إلى مدينة نقفة مكان عقد المؤتمر الثالث، وذلك للرمزية التي تحملها المدينة في الصمود والتحدي والكم الهائل للشهداء الموارون في ترابها جبالا وسهولا. ولكنها في ذاك اليوم كانت تستقبل أعظم خديعة وأكبر إنكار للشهداء وللتجربة. إنها لحظة فارقة في التاريخ الإريتري، لحظة سرقة التاريخ والتجربة والانقلاب على العهد الذي قطع للشهداء. نقفى بما تحمله من مدلول ارتبط بذهن ووجدان هذا الشعب نضالا وصمودا واستبسالا واستشهادا، أن يكون الشرف الذي يمكن أن يتوج به هذا المدلول هو التقييم الموضوعي للتجربة السياسية أبان الكفاح المسلح بشقيها جبهة التحرير والجبهة الشعبية، وإبراز الإيجابيات والسلبيات بهدف الدخول لمرحلة جديدة مختلفة، وليس مسألة أفراد بغرض إقصائهم والاستحواذ على السلطة. وهكذا توج الانقلابيون نقفة بعكس مدلولها ورمزيتها لتكون شاهدة على ذبح التجربة التي صنعت على أرضها. وهكذا صنعت مفارقات التاريخ وسخريات القدر من نقفة شاهدة على بسالة شعب في انتزاع حقه رغم تكالب القوى الكبرى والصغرى في إصرار عنيد، وشاهدة أيضا على ذبح التجربة على يد أبنائها محقرين الرموز الوطنية ومدعين بالملكية الخاصة للثورة والتجربة. لكم التحية وإلى الحلقة القادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم في فقرة لقاء المنتدى، والتي يسرنا أن نستضيف فيها الأستاذين عبد العزيز صالح ومحمود إدريس من جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية للحديث عن مهرجان إريتريا 2015 الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 8 أغسطس هذا الشهر في مدينة كاسل الألمانية، وهما لمزيد من التعريف عضواء اللجنة الإعلامية التابعة لتحضيرية مهرجان كاسل. مرحبا بكما أستاذ عبد العزيز وأستاذ محمود. أهلا ومرحبا بك الأستاذ صلاح من إذاعة صوت المنتدى الإريتري. أهلا وسهلا بك الأخ الأستاذ صلاح. نرحب، شكرا لترحيبك وإتاحتكم لهذه الفرصة
للراديو، وشكرا. شكرا لكم كمان لاستجابتكم لدعوتنا لأن تكونوا ضيوف مستمعينا في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء. إذن نبدأ بك الأستاذ عبد العزيز لإعطاء المستمع خلفية عن هذا المهرجان الذي يقام سنويا. متى بدأ وما هي الرسالة أو الهدف من إقامته سنويا وماذا يعني لكم كجبهة إنقاذ؟ تفضل. المهرجان كاسل هو بدأ في سنة 1986. في الحقيقة في البداية ما كان في كاسل، كان في ضواحي فرانكفورت هنا في مدينة دراي ايش. نعم. أقيم لمدة 4 سنين أو 4 سنين متتالية، في سنتين في دراي ايش وميلهايم اللي هي كلها تقريبا في مسافة 20 كيلو من فرانكفورت، من مدينة فرانكفورت. كان آنذاك يعني تقام بإدارة جبهة التحرير الإريترية، المجلس الثوري، وخاصة منظمة الشباب الديمقراطي، اتحاد الشباب الديمقراطي الإريتري. نعم. اللي كان مسجل في ألمانيا هنا. وأصل الهدف من الاحتفالات والمهرجان كان أيامها لبلورة قضية إريتريا أو قضية تحرير إريتريا أيامها، ورفع الحراك الإريتري اللي كان أيامها يناضل من أجل تحرير إريتريا. وكان يجمع كل الحركات السياسية اللي كانت يعني نعم. تناضل من أجل القضية الوطنية، وكانت تدعو كل الحركات السياسية ما عدا أيامها الجبهة الشعبية اللي كانت محتكرة بالميدان. القوات السياسية اللي كانت خارج الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أيامها كانت تساهم التنظيمات السياسية. نعم. نعم. فالهدف كان توحيد الصفوف في الخط الوطني. نعم. وبلورة الديمقراطية في الحركة الإريترية في الحقيقة في أيامها. نعم. فكانت يعني مثال كبير لتفهم الرأي والرأي الآخر، إنه الناس اتعودت على آراء مختلفة، مع إنها كان يعني سجلت في دور كبير في تفهم البعض أعتقد. نعم. نعم. طيب أستاذ محمود، بدأ المهرجان يوم الجمعة، كان اليوم الأول للمهرجان وافق 7 من أغسطس، فهل حدثتنا عن كيف كان اليوم الأول للمهرجان؟ جميل السؤال. مهرجان فعلا يعني بدأ يوم الجمعة 7 من أغسطس الجاري. بدأ بسمينار خاص بجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، شاركت فيه القيادة التنفيذية والتشريعية. خاطبها الدكتور هبتي تسوماريام رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. نعم. وثم بعد السمينار كانت هنالك فقرة خاصة بالشباب تحت عنوان الندوة خاصة بالشباب. شاركت فيه تحدث فيها الكثير من الشباب من سويسرا، من ألمانيا، من شتى أنحاء أوروبا المشاركين في المهرجان. ثم تلا ذلك فقرة فنية اللي هي ختام الليلة الأولى، شارك فيها فنانين شباب جدد. الغريبة أنهم شباب جدد جو من إريتريا حديثي، يعني ما يكون عندهم سنتين في أوروبا، شاركوا في المهرجان. ده كان ملفت. وده بالإضافة لفرقة MB نيملكي اللي هي لا للديكتاتورية. نعم. هذا كان باختصار فعاليات اليوم الأول. ثم كانت أيضا كان هنالك جناح خاص للمعرض الفوتوغرافي. يعرض صور نشاطات الاتحاد الديمقراطي للشباب الإريتري
ويعرض تاريخ المهرجان منذ 86. أيضا يعني في الجناح كان هنالك أيضا صور لبعض التراث، تعكس بعض التراث الإريتري من أزياء وأشياء أخرى. نعم نعم. إذن نعود لليوم الأول أستاذ عبد العزيز، والورقة الخاصة بالشباب أو الفقرة الخاصة بالشباب، كيف كانت هذه الفقرة وما أهم ما تم تداوله والحضور؟ تفضل. نعم، كانت في أولها رسالة أو ورقة دراسة يعني بعنوان تقييم دور الحراك الشبابي الإريتري في مرحلة الكفاح المسلح. نعم. ورصد دوره في الوضع الراهن. جيد. دي قدمت بأخ إخوة من الشباب، شباب جبهة الإنقاذ. نعم. هي أصلا دراسة حول الحراك الشبابي من بداية مرحلة الكفاح كما يوضح العنوان. نعم. والمشاكل الحالية في الحراك الشبابي. نعم. بما فيه يعني حتى بعد مؤتمر دبر زيت، وتقييم عام وعميق فعلا، ورقة ب6 صفحات تقريبا، فأخذت دورها من دراسة عميقة، وكانت قدمت الورقة باللغة العربية وترجمت بالتقرينية تلقائيا. فكان دراسة عميقة صراحة. وبعدها جاءت قراءة لاتحاد شباب سمرة منسيات وحدة الشباب الإريتري للتغيير الديمقراطي فرع سويسرا. برضو رسالة لنداء الشباب لرفع دورهم في القضية الوطنية ودورهم حاليا ومشاكلهم. وجاءت معلومات ورسالات وتشجيع من منظمة كانت مثلتها ويني أرآيا، اللي نادت بإشراك الشباب في كل يعني الأدوار السياسية، ونادت فيها كل الأبهات وأعضاء ويعني والنشطاء السياسيين في تفعيل الحراك الشبابي بنداء أو إسهام أبنائهم ومن حولهم حتى تكون يعني يتقوى الحراك الشبابي عامة. جيد. وأدت نموذج من نشاطات منظمتهم، منظمة United for Eritrea أو الموحدون من أجل إريتريا، الممثلة في ألمانيا بقوة، وهي منظمة شبابية يعني شباب الذين يتحدثون باللغة الألمانية في غالب الأحيان. هم شباب مثقفين يعملون لبلورة وإشهار النضال الإريتري ومشاكل الإريتريين بالمهجر وإلى آخره. فبيلعبوا أدوار كبيرة جدا في ألمانيا، وجابت نموذج من نشاطاتهم لتعريف الجماهير اللي كانت حاضرة من دول عديدة، حتى يعني تزرع البذرة في دول عديدة في أوروبا إن شاء الله. فهذه كان الهدف، ووزعت وكانت معلومات. والآخر كان أخ من مدراء غرفة البالتوك، هو حراك جماهيري ثمر، فهو كمان بدوره أدى نداء يعني الأخ عبد السلام عبد النور، نادى بالشباب الإريتريين لنزع فتيل التخوف من قلوبهم ومواجهة النظام الإريتري في أي كان، وعدم التخوف من يعني فتح الوجه
ومواجهة النظام في كل مكان إن كان، لأنه الناس يعني وقت التخوف فاتوا إلى آخره. كانت فيها بعض النصائح كمان كشباب إريتريين اللي حبوا ينشطوا في أوروبا وحتى يفيدوا ويستفيدوا. جيد. هذه كانت باختصار. ممتاز. يعني هذا اليوم الأول كان حافل بهذه الفعاليات. أستاذ محمود، دعنا في صورة وفي أجواء اليوم الثاني اللي هو السبت 8 من أغسطس. اليوم الثاني بدأ بكلمات ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من خارج وداخل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. بعدها كانت مائدة الحوار الديمقراطي الوطني دارها الأستاذ كمال من بريطانيا. توسطت الكلمات السياسية كلمة أرملة الشهيد الأستاذ أو الشهيد البطل سعيد علي الحجاي الأستاذة بخيتة عمر. بجد كانت ملفتة للحضور، ليس فقط حضورها ولكن الكلمة المضمونة التي أرسلته في الرسالة. نعم. ثم بعد ذلك بعد مائدة الحوار كانت الأمسية الثقافية الفنية التي حياها عمالقة الفن الإريتري عثمان عبد الرحيم، حسين محمد علي، أيوب هيلي، وفرقة إمبي نملكي أي لا للدكتاتورية، وشباب آخرين. نعم. هذه كانت باختصار الأمسية أو اليوم الثاني للمهرجان. طيب، المائدة المستديرة التي أديرت برعاية الأستاذ كمال إسماعيل، كيف كان النقاش فيها؟ ما هي الأمور اللي تم مناقشتها؟ هل هناك نتائج خرجت منها؟ أيوة، أصل النقاط كانت متعددة، فكانت نظرة للتنظيمات لنقل المعركة إلى الداخل. نعم. دي كانت من ضمن المواضيع المهمة. جبهة الإنقاذ أدت نموذج في المسألة هذه في السنة الأخيرة. كانت في بعد النموذج اللي حصلت أو اللي عملت من جبهة الإنقاذ بما فيه العمل الداخلي في إريتريا. نعم. فكانت ثمين موضوع النقاش يعني. جيد. وبعدين كان النقطة الثانية عوائق توحيد الجهود، جهود قوة المعارضة. نعم. نعم. وكانت يعني شاركت فيه قوات سياسية ومدنية في موجودة هناك. نعم. وخاصة دور المرأة كان كبير. يعني اتحادات النساء. نعم. فهذول ناشدوا القيادات السياسية. نعم. لتوحيد صفوفها ضد النظام وإنقاذ الوطن. وهم بعد مناشدتهم يعني أبدوا استعدادهم لعمل لمساعدة أو لفعل ما في إمكانهم. نعم. يعني لدعم العمل المشترك للتنظيمات السياسية اللي هو مطلوب منهم كل شيء، كانوا مستعدين يدوه يعني. أستاذ محمود، يبدو أن لك إضافة، تفضل. نعم. عنوان الندوة كان حول الشروط يجب توفرها للتصدي لمهام إنقاذ الشعب والوطن. جميل. وقد أدارها الأستاذ كمال من بريطانيا بجدارة، وطبعا أتيحت الفرصة فيها لكل ممثلي التنظيمات التي شاركت في الندوة، وبدأت بالوضع تقييم المشاركين للوضع في الداخل، ومن ثم ما يجب عمله لمواجهة المعركة ضد النظام الدكتاتوري. وكما أشار إليها الأخ عبد العزيز
يعني اللي هو كان يعني اعتبار ما تقوم به جبهة الإنقاذ من تحويل المعركة مباشرة مع النظام إلى الداخل كان كنموذج اتخاذه لتفعيل النضال الجاري ضد النظام الدكتاتوري. والملفت إنه المرأة شاركت في الندوة بجدية، يعني أكثر يعني نساء كثيرات شاركنا في الندوة. هذا ما كان يعني باختصار حول الندوة. يبقى الآن السؤال، ما هي النتائج التي تتوقعونها من مثل هذه المهرجانات لجهة تحريض الناس وتفعيل، ولجهة العمل على الميدان، على أرض الواقع؟ اوكي، طبعا المهرجان الاريتريين في الخارج او في المهجر يلتقون في الخارج، يعني هم مختلفين او متنوعين متعددين سياسيا اجتماعيا دينيا ثقافيا، ولكنهم يعني كون ان المهرجان يجمعهم في مكان واحد هذا مكسب لكل الشعب الاريتري، كونهم يجتمعون ويناقشون قضاياهم وينتقدون ويوجهون الانتقادات لبعضهم. حتى هنالك كانت انتقادات ذاتيه كما كان اشار اليها احد المخاطبين للندوه اللي هو الكاتب جرماي كيداني المشهور بولد فيليبو. هذا يعني ينتقد الذات. انتقاد الذات هنا ليس بالضرورة أن يكون لشخصه ولكن للمعارضة بصفة عامة. فإذا هنا المكان كان مهيأ لتصحيح الأخطاء وتوجيه الإمكانات للوجه إلى الاتجاه الصحيح. فعشان كده المهرجان أنا أعتبر إنه هو وحد المكان على الأقل للإريتريين ليقولوا ما يريدون. جيد. طيب أستاذ عبد العزيز، في نفس السياق كان في ملاحظ أو شيء مشهود بأنه كل التنظيمات السياسية بغض النظر زي ما قال الأستاذ محمود عن اختلافاتها مع التنظيم هذا ومع ذاك كانت شكلت حضور، أرسلت ممثليها. هل بالإمكان إنه التنظيمات السياسية ومعها المدنية تعمل مهرجان موحد، مهرجان واحد؟ يعني مثلا في أوروبا مهرجان واحد، في أمريكا مهرجان واحد، بدل المهرجانات متعددة. هل بالإمكان، هل في إمكانية ولا ترى إنه دي إيجابية إنه نبدأ بنتوحد في المهرجانات ثم بعد ذاك تأتي الوحدة في العمل، الوحدة في البرامج أو الحد الأدنى من العمل المشترك؟ حقيقة في يعني مش أول تجربة، كانت في قبل كده تجارب عملناها. مهرجان كاس اللي أنا بديت فيه، معلش خليني أضيف في البداية، مهرجان أصلا أنا من الناس اللي كبروا فيه، يعني أنا حضرت كل مهرجان تقريبا ما عدا واحد في النص فجأة سفر. فالناس اتعلمت أعتقد تحمل الآراء الأخرى أو الرأي الآخر. فأعتقد بقت من ثقافة المهرجان كاسل هي إنه الناس أو التجمعات السياسية كلها تحضر وتدي رأيها حتى لو كانت تتنافر وتتناقض، ومتفقة على إنها تسمع رأيها وتسمع رأي الناس الأخرى. أما بخصوص تكوين يعني إقامة مهرجان موحد، أيوة، عقد مهرجان موحد، حصلت تجارب. كان في سنة 2005 أعتقد 2005 كان المهرجان عمل باسم التحالف الديمقراطي، لكن أعتقد ما كانت الأجواء مهيئة إنها تعمل مرة أخرى. فالتحالف أخذها مرة واحدة ورجعها يعني. والمرة قبل الأخيرة اللي هي في 2013 كان المهرجان كون من المجلس الوطني الإريتري اللي هو كان يمثل أكثر التنظيمات السياسية والمنظمات المجتمع المدني. فلم تواصل
بس في الفكرة حتى الآن في اقتراحات حصلت حتى دلوقتي أيضا إنه الناس تجيب فكرة جديدة كيف توحد القوة لتكوين مهرجان جماعي باسم فورمولا أو نظام جديد يعني. فكيف ننظمها وكيف نتفق على إيش. احتمال بيحصل هذا في المستقبل إن شاء الله، لكن حتى الآن ما حصلت. والاستعداد من جهتنا من جبهة الإنقاذ موجود، بس هي أعتقد تحتاج لعمل جماعي واستعداد جماعي لتحمل المشاق مع بعض يعني. العمل إضافة الأستاذ صلاح. تفضل. أيوة، بخصوص زي ما قال يعني المهرجان كان أتيح يعني باعتبار التحالف كان في فترة من الفترات كان يمثل مظلة لجميع القوى السياسية. ثم بعد ذلك المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي أيضا، ولكن لأسباب المهم لم يتمكن من إحياء إقامة المهرجانات. فعلى كل يعني هو فكرة إقامة المهرجان موحد لكل الإريتريين ما عدا النظام هو طبعا فكرة إيجابية، لأنه يشوف أنت يعني أنا أديك مثال. أنا يعني استطلعت إحدى المشاركات في المهرجان وتقول أنا شاركت عدة مهرجانات ولكن لم أشارك لأول مرة أحضر مهرجان كاسل، ولقيت فيه التنوع المسيحي مع المسلم وبشتى القبائل، ودي يعني عمرها 17 سنة ومتربية في أوروبا وبالكاد تتحدث اللغة العربية، ولكنها كان عندها إصرار تتحدث بالعربي. ومسألة أخرى المتحدثة اللي أشار إليها من قبل الأستاذ عبد العزيز أرأية وين أرأية كانت أيضا هي تتحدث بالتجرينية بالكاد، ولكن هناك تحدي وإصرار رغم أنها متربية في أوروبا في ألمانيا. فإذا ده يدل على أنه نحن يعني الإريتريين في المهجر في تحدي، ليس فقط يعني انتهاك الحقوق الأساسية والمطالبة بالحقوق الديمقراطية، لا، هنا الجيل في المهجر هو في خطر الاندثار ثقافيا. فلذلك يعني دي من هذا المنبر أنا أتوجه لكل فعاليات السياسية والمدنية لتحقيق هذا الهدف، تحقيق مهرجان موحد. يعني نحن كجبهة الإنقاذ لا نسعى لمكسب سياسي ضيق، بل يعني أملنا وهدفنا هو تحقيق مكسب عام إريتري. وشكرا. جيد. نتمنى من خلال هذا المنبر يصل هذا الصوت وتصل هذه الدعوة للجميع. مهرجان موحد في استراليا، مهرجان موحد في أمريكا، في أوروبا، حيثما تواجد الإريتريون نعمل، لأنه العمل الجماعي هو الذي يحدث التغيير، ليس في المهرجانات حسب، إنما حتى في الميدان، في العمل السياسي، في العمل الدبلوماسي، في العمل الإعلامي. كنتم مستمعي الأكارم تستمعون إلى الأستاذين محمود إدريس وعبد العزيز صالح من جبهة الإنقاذ، عضوا اللجنة الإعلامية لمهرجان كاسل. شكرا لكم باسمكم مستمعي الأكارم، أشكرهما. شكرا لكم أستاذ عبد العزيز وأستاذ محمود. شكرا الأستاذ صلاح على هذه الفرصة من إذاعة صوت المنتدى، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في خدمة الشعب الإريتري. شكرا لك. شكرا يا صلاح مني أيضا، يعني كل الشكر والتوفيق في عملكم أيضا. تسلم. في العمل الوطني الجامع للكل. شكرا لك. في هذه النشرة، قوات الدفاع في عصب تفشل اجتماعا تعبويا لحزب النظام، نذر أزمة غذائية تلوح في الأفق. إلى تفاصيل النشرة. أوضحت مصادر من وزارة الزراعة الإريترية إن الموسم الزراعي لهذا العام سيء للغاية بسبب قلة الأمطار على مستوى البلاد، وإن العديد من المزروعات جفت قبل موعد حصادها، مما ينذر بتضاعف مشكلة نقص الغذاء للأعوام القادمة. ومن جهة أخرى تشير مصادرنا بأن الأراضي التي تمت زراعتها تمثل نسبة 58% من التي ظلت تزرع في السنوات الماضية، وأن تراجع نسبة الأراضي المزروعة إلى ما يقارب النصف
تضافرت فيه عوامل عدة، أهمها انتزاع الحكومة الفلاح من مزرعته إلى برنامج عسكرة المجتمع الذي يستهدف بدرجة أساسية القوى القادرة على العمل والإنتاج. والعامل الثاني قلة نسبة هطول الأمطار في هذا العام في أنحاء البلاد. ويرجع خبراء الزراعة في كلا الحالتين قلة المحصول لسياسات الحكومة غير المسؤولة، فحتى ظاهرة قلة هطول الأمطار كان بالإمكان احتواء تداعياتها من خلال سياسات تنموية رشيدة تمهد لأسوأ الاحتمالات. هذا وتشير المعلومات أن نسبة المزروعة من الأراضي معظمها مشاريع حكومية يشرف عليها ويستفيد منها كبار القادة العسكريين، بينما تعطلت المزارع الخاصة بالمواطنين بسبب حملات التجنيد العسكري القسري لأصحابها أو حملات النفير العام لصالح الحكومة. كما أن أفراد قوات الدفاع الإريترية منعت عنهم الإجازات لأسباب مبهمة، فلم يتمكنوا من تفقد أحوال أسرهم وزراعة مزارعهم. يواجه نظام الطاقية أسياس مقاومة بأشكال متعددة في أوساط قوات الدفاع الإريترية. ففي 9 من أغسطس الجاري أفشلت بعض وحدات الجيش بمنطقة عصب سيمينارا عده المكتب المركزي لما يسمى بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ضمن برنامجها السياسي التعبوي لقوات الدفاع الإريترية. ففي هذا الاجتماع قاطع أفراد الجيش كادر الحزب مع بداية سيميناره وبصوت واحد، معبرين عن استيائهم من دوامة النفاق والوعود السراب التي اعتاد عليها النظام القمعي الحاكم. فساد الهرج والصخب ساحة السيمينار، مما أجبر الإدارة العسكرية لفض التجمع بالقوة، وأمرت أفراد الجيش بالعودة إلى ثكناتهم. وعقب ذلك قامت أجهزة أمن النظام باعتقال 2 من الضباط بتهمة تدبير هذا الاحتجاج، وهما يوسف كيداني ويتبارخ تملسو، وتم تقييدهما بمركز الشرطة رقم 1 بمدينة عصب. قتل 3 من حراس معتقل عيراعيرو، ونجا رابع في تبادل إطلاق النار مع عناصر من أمن النظام في 4 من أغسطس الجاري في منطقة همهميمت أثناء محاولة فرارهم إلى إحدى دول الجوار. جاء ذلك بعد أن قرر 4 من أفراد حرس معتقل عيراعيرو سيء الصيت التخلي عن النظام الجائر والمهام التي كلفهم بها لحراسة أسوأ معتقل تشهده البشرية، وعلى خلفية الظروف القاهرة واللا إنسانية التي يعيشها طاقم الحراسة، حيث وجدوا أنفسهم شبه معتقلين كحال من يعتقلونهم من الأحرار القابعين ظلما خلف الأسوار الحديدية والخرسانية منذ العام 2001. فمنتسبو وحدة الحراسة العسكرية الخاصة في هذا المعتقل لم يسمح لهم منذ سنوات طويلة بالخروج إلى قضاء إجازاتهم أو الاتصال بأسرهم والحديث مع المعتقلين ولا مع بعضهم البعض إلا ضمن أداء المهام التي كلفوا بها. هذا وتعرفت مصادر إذاعة المنتدى على أسماء الحراس الذين قتلوا في عملية المطاردة عبر الإفادة التي تقدم بها رفيقهم الذي نجا بعجوبة من كمين قوات أمن إسياس ووصل إلى مكان آمن، وهم الملازم سعاري يتبارخ، ضابط صف محمد صالح، والجندي سامسون حدش من الخدمة الوطنية. والجدير بالذكر أن معتقل عيراعيرو يقع في وادي سحيق شديد الوعورة بين سلسلة من الجبال الشاهقة، تم تجهيزه في يونيو عام 2003 من قبل العصابة الحاكمة في إريتريا لحبس كبار مسؤولي الحكومة من وزراء وحكام أقاليم وقادة عسكريين، والذين عرفوا بمجموعة ال15 التصحيحية التي طالبت بتطبيق الدستور وإقامة دولة القانون، إضافة إلى 9 من الصحفيين زج بهم جميعا هناك دون تهمة أو محاكمات لإلحاق الموت البطيء والمؤلم بحقهم. ورغم أن أفراد الحرس في هذا المعتقل تم اختيارهم بعد فحص دقيق في قدرة التحمل والكتمان، إلا أن العديد منهم انتحر لإخفاقه في تحمل الشروط القاسية التي تكبل أفراد الحراسة من مراقبة لصيقة وحرمانهم من الاتصال بأسرهم وزرع الشكوك فيما بينهم. كما وتمكن أحد حراس معتقل عيراعيرو ويدعى إيوب بهتا هبتماريام في مارس عام 2010 من الفرار إلى إثيوبيا، حيث صرح لوسائل إعلام عالمية في مؤتمر صحفي عقده حينها بموت 15 من جملة 35 معتقلا بينهم وزراء وصحفيين نتيجة لانعدام العناية الصحية وسوء أحوال الطقس. وتحدى إيوب النظام أن يظهر من صرح بموتهم على شاشة التلفاز إن كانوا أحياء. صوت المنتدى.
بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.